التعلق بواحد الشخص اللي العلاقه بينك وبينه تسالات، هذا موضوع اللي كنستقبل فيه صراحه بزاف ديال الاسئله من الاصدقاء المتابعين، ولاحظت انه مشكل كبير، وكيف عند الاناث كيف عند الدراري، بحال حتى شي طرف ما قوي على الطرف الاخر. علاش؟ لان كل علاقه وشكون الطرف اللي كيتعلق بالاخر اكثر. والا جينا نتعمقوا في الموضوع غادي نلقاو ان داك الانسان اللي نتايا متعلق به اولا كتفكر فيه بزاف هو السبب في انهاء العلاقه بينك وبينه. هو اللي قرر انه يتخلى عليك، هو اللي قرر انه يتركك، هو اللي قرر انه يحبس العلاقه. ورغم هادشي كامل نتايا مازال كتفكر فيه بدافع انك تبغيه او شيء من هذا القبيل. وهذا التفكير بزاف جاي من انك ما تقبلتيش الصدمه اللي دار لك، انك ما تقبلتيش كيفاش واحد الانسان كان كيبين لك انه كيبغيك، كان كيبين لك انه ما يقدرش يتفارق معك، كان كيبين لك انه ما يقدرش يتخلى عليك، ولكن فجأة بدون سبب بلا ما دير له حتى شي حاجه قرر انه يتخلى، قرر انه يمشي بحاله ويخليك. دابا غير بالعقل، واحد الانسان ما وفاش بالوعود ديالو معاك، واحد الانسان باعتك رخيص، واحد الانسان باعك رخيصه، واحد الانسان تخلت عليك، واحد الانسان تخلى عليك وما وفاش بالكلمه ديالو، واحد الانسان غدراتك، واحد الانسان غدرك، واحد الانسان جابتك حتى نص الطريق وقالت لك انا ما قادراش نكمل، واحد الانسان جابك حتى نص الطريق وغدرك وقال لك انا ما قادرش نكمل، واحد الانسان خانتك، واحد الانسان خانك. فكر غير بشويه، واش هذا الانسان هذا اللي دار معك هذا الشيء كامل يستاهل انك تبقى متعلق به؟ يستاهل انك تضيع وقتك وتبقى كتفكر فيه؟ بحال هاد النوع هذا ربي سبحانه وتعالى اللي بعدو عليك، لان هاد النوع هذا ديال الناس ما يصلح لكش. هاد النوع هذا ديال الناس غادي يجي النهار اللي غادي يقهرك، فبلاص ما تجلس تحسر عليه، بلاص ما تجلس تفكر فيه، بلاص ما تجلس تضيع وقتك عليه، حمد الله ليل ونهار انه بعدو عليك. ونزيدك حاجه اخرى، نفسك، قلبك، عقلك، الكيان ديالك، اي حاجه خلقها فيك الله سبحانه وتعالى، ماشي حشومه وماشي عيب انك تضيعها وانك تحطمها وانك تقهرها على ود واحد الانسان ما راعاش ليك او لو واحد الانسان ما راعاش ليك. ماشي حشومه عليك ان دماغك تمرضو وتجيب له الاكتئاب بواحد الانسان اللي ما قدرش الشعور ديالك، ما قدرش الاحساس ديالك، وتعطيه نتايا اكثر من القيمه ديالو وتجلس تحطم في نفسك. فواحد الانسان ما راعاش المشاعر ديالك وما راعاش بزاف د الامور غادي توصل ليها نتايا، فما ياخذش وقته ديال التفكير بزاف. اي واحد دخل لحياتنا غادي يبقى تجربه من التجارب اللي دوزنا في الحياه، ولكن نعطيوه وقته في التفكير، ولكن ما ياخذش اكثر من وقته في التفكير.